دي الاخبار ولا بلاش يا جماعه؟ بيقول لك رئيس وزاره اللي ما يتسموش فص ملح وداب وتقريبا كده اتكل على الله. والضحكه الصفراء اللي كانت ما بتفارقش وشه اختفت، راجل مختفي ولا حس ولا خبر، والضحكه الصفراء اللي كان قرفنا بيها اختفت. كل الاخبار يا جماعه اللي منتشره اللي طالعه من الجماعه التانيين اللي هم ايران بتقول ان الضربه جت مظبوطه، جابوا جون. بيقول لك صاروخ ولا كان على البال ولا على الخاطر، جه في المكان المظبوط في قلب المطبخ. ده راح كمان معاه يا جماعه شله كبيره من القيادات الجامده اللي كانوا عاملين فيها وحوش. واللي يجننك بجد ان بيقول لك في خيانه من جوه البيت، يعني حد من اقرب الناس ليه هو دراعه اليمين يا جماعه اللي كان شايل كل اسراره، طلع هو اللي بقى الصفقه للجماعه التانيين وهو اللي ارشد على مكانه. هو يا جماعه اللي مسرب كل تحركاته، يعني الضربه جت من عندهم الحمد لله، وتقريبا كده هم اللي خلصوا عليه عشان يدفنوا السر معاه. طب ليه بقى اللي ما يتسموش ما طلعوش قالوا الخبر ده واكدوه؟ طبعا خايفين على الروح المعنويه بتاع الجيش الحريم بتاعهم، طبعا الخبر ده لو انتشر الجيش هيهرب. ما يتسموش كل اللي بيحاولوا يعملوه دلوقتي ان هم يفكروا في كذبه جديده ان الناس التانيه او الجماعه التانيه ما ضربوش علينا صواريخ ولا حاجه. يا ترى يا جماعه الايام الجايه مخبيانا ايه؟ هل هيقولوا ان هو في وعكه صحيه ومختفي شويه، ولا هيشوفوا كذبه جديده، ولا هيطلعوا ياكدوا الخبر دوت؟ ادعوا يا جماعه كلنا في الكومنتات ان الخبر ده يطلع صحيح ونخلص منهم. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين. تحيا جيش مصر، حفظ الله مصر.